أهلنا في القطاع الحبيب ليل نهار، لهذا بتسحجوا وبتمجدوا. نسيتوا 60,000 روح طاهرة راحت هيك بكل برودة، نسيتوا هذا الحكي كلياته. لمين بتسحجوا ولمين بتمجدوا؟ ايش اللي قاعد بصير؟ ابن غزة الحبيبة، نحن ما سحجنا لحدا، نحن إلهنا الله عز وجل، ولكن اتخذتم إلها غير الله. وقت اللي حطيتوا عندكم في قلب غزة وفي ساحات غزة تماثيل لقاسم سليماني اللي شرد الشعب السوري وقتل 1.5 مليون شهيد في سوريا، اللي رمل 1,000,000 امرأة، اللي صنع في إيران المكابس البشرية التي وضعت في سجون سوريا. أنتم من صنعتم التماثيل لقاسم سليماني وزميرة في بلدكم وفي مدينتكم. في غزة، غزة الجريحة، غزة مو بس الجريحة، أبناء غزة أبنائنا، شهداء غزة شهدائنا. أما لكن لما كانت شهدائنا تروح بالعشرات وبالمئات وبالألفات، كنتم ترقصون فرحا مع قاسم سليماني وزميرة. لم نتوقع أبدا بأن أهل غزة وأمثالكم يشمتون بأهل سوريا عندما استشهد على أراضيهم 1.5 مليون شهيد، 1,000,000 أرملة، 13 مليون مشرد، وأنتم تمجدون بالفرس وقاسم سليماني وتشمتون بسوريا. والآن تجي بتقول لي هلا ليش عم تسحجوا؟ نحن ما سحجنا لحدا. وين كنتوا لما كنا عم نتشرد؟ وين كنتوا عم ترقصوا، كنتوا عم تصنعوا تماثيل القاسم سليماني بساحاتكم اللي قتل الشعب السوري وشرده. كنتوا عم تهتفوا البشار، عم تهتفوا للنمر، عم تهتفوا لكل ضابط قتل سوريا. وين كنتوا؟ نحن لا نشمت بكم، أبناؤكم أبناءنا، ونرجو من الله عز وجل الفرج القريب على أطفال غزة والأهل غزة. ولكن عودوا بالذاكرة من صنع بكم ما صنع اليوم. هي أوامر إيرانية وأوامر لقاسم سليماني وما بعده، هو من صنع بكم هذا. ما بتستاهلوا أنتم إلى كل خير، فيكفيك خبل.